عمرك دخلت تشتري كوباية قهوة صغيرة كده ب15 جنيه، لقيت نفسك طالع بكوباية قهوة أكبر ومعاها كرواسوناية عملاقة ودافع لك 150 200 ألف جنيه، أو دخلت تشتري موبايل مثلا عشان إمكانياته كويسة، فلقيت نفسك بتدفع ضعف المبلغ عشان إمكانيات تليفون تاني أعلى شويتين تلاتة وأنت غالبا مش هتحتاجها بس أنت اشتريتها، فأنت فاكر إن دي قراراتك وإن أنت اتدبست أو إنك مبذر وأهوج، فحابب أقول لك إنك مش أهوج أنت غالبا ضحية لحيلة تسويقية نفسية بتعملها الشركات العالمية، لأنها مش بس بتبيع منتجات، هي بتدرس الطريقة اللي بيشتغل بيها دماغك عشان تخليك بس تفتح محفظتك وتطلع الكريدت كارد وأنت مبتسم ومنشكح وبتحاسب وبتدفع وأنت يعني إيه بتكتشف بعد كده يعني ودموع الندم بتنهمر يعني. فالنهارده هنكتشف 4 حيل نفسية بتستخدمها أكبر البراندات العالمية في السيطرة على قرارات سيادتك الشرائية. فأهلا بيك يا صديقي العزيز في قناتي، معاك صديقك محمد يوسف. جهز قهوتك وأنا هجهز مج الشاي بلبن بتاعي، ويلا بينا نبتدي حلقة النهارده. الحيلة الأولى تأثير الشرك أو الديكوي إفكت، ودي الحيلة الكلاسيكية قوي في عالم بقى الكافيهات والسينمات. فتخيل مثلا إنك داخل السينما وقصادك علبتين فشار، علبة ب5 جنيه وعلبة كبيرة ب20 جنيه، الصغيرة اللي ب5 جنيه. يعني عقلك بشكل منطقي يقول لك يعني طب ما الكبيرة غالية قوي، ما 5 ل 20 كبيرة، ما تخلينا في الصغيرة. وهنا مش المطلوب أبدا إن أنت تشتري العبوة الصغيرة دي، فبقى يعملوا لك إيه بقى؟ يعملوا لك الديكوي أو الشرك أو الفخ، يحطوا لك علبة وسط ب17 جنيه، فتبقى ال17 من ال20 مش فارقة كتير. فتلاقي ان عقلك بيعمل حسبه بقى مختلفه خالص، الوسط ب 17 الكبيره ب 20، ركز معايا ها الفرق 3 جنيه بس، واخد الحجم الكبير يا بلاش. فالخيار الوسط هنا او الاختيار الوسط ملوش اي هدف غير انه يخلي الاختيار الكبير يبان منطقي جدا وصفقه لقطه بالنسبه لك، لا اكثر ولا اقل. ابل اساتذه في الموضوع ده جدا، ينزل الايفون بمساحه 64 جيجا ويلغي لك ال 128، وفجاه تلاقي اللي نازل في السوق ال 256 جيجا بسعر بقى فرق سعر يخليك تحس ان ال 256 ده الاختيار المنطقي الوحيد، ما انت مش لاقي ال 128 خلاص مش هتنزل ل 64 وعايز مساحه، ما قدامكش غير ان انت تاخد الاختيار الوحيد المنطقي قدامك، لان دي انسب حاجه بتقارنها بمساحه ال 128. الحيله الثانيه والندره او الخوف من فوات الفرص، الفومو، الفير اوف ميسنج اوت، تسمعها كتير على السوشيال ميديا. والحيله دي بتلعب بقى على غريزه اساسيه عندنا كبشر، ان يعني في فرصه معينه تخاف انها تفوتك بشكل او باخر، زي ما بقول لك اسمها الفومو. زي مثلا الحجز على مواقع الفنادق الشهيره زي بوكينج دوت كوم مثلا، بتخش تلاقي رسائل زي فاضل غرفتين بس، او تم الحجز 5 مرات في اخر 24 ساعه. النوعيه دي من الرسائل بتعمل لك حاله طوارئ وهميه في دماغك كده، وبتخليك توقف التفكير المنطقي خالص وتحجز بسرعه قبل ما الاوضه دي تضيع منك. وزي حيله مثلا الايام المميزه اللي هو الوايت فرايداي والبنفسجي فرايداي وهكذا، يعني اللي هو يوم واحد لو راح عليك ما لكش اي فرص تانية، هو بقى فكره ان المنتج نادر بس هو اوبشن، مفيش اوبشن، هو هتاخدها يعني دحين يبقى دحين، وده بيخلي قيمته في دماغك بتتضاعف بشكل كبير قوي. الناس بقى بتقف طوابير بالايام علشانه، مش عشان الجوده او عشان جوده المنتج على الاطلاق، ولكن علشان خاطر الندره بشكل اساسي. الحيله الثالثه هي حيله الارساء او البرايس انكورنج او المرساه او الهلب كده اللي بينزل من المركب في البحر، لان الدماغ البشري ما بيعرفش يحدد قيمه الاشياء كده في الفراغ، يعني هو دايما عايز ريفرنس او انكورنج مثلا، عمليه المرساه، او يكون في نقطه مرجعيه بيقارن بيها. وافضل مثال على الكلام ده هو الخدعه التاريخيه اللي عملها ستيف جوبز وهو بيعلن عن جهاز الايباد سنه 2010 على شاشه وراه، وكتب $999 وقال للجمهور المحللين بيقولوا اننا لازم نبيع الجهاز ده ب$999، وساب الرقم على الشاشه لثواني طويله علشان يرسخ في دماغ الناس ان ده السعر الرسمي، ده السعر الاساسي. وبعدين قال بس انا يسعدني ان اقول لكم ان الايباد هيبتدي من $499 بس، وفجاه نزل رقم $499 علشان يكسر رقم 999 على الشاشه. لو كان ستيف جوبز طلع قال للناس الايباد $499 بس، الناس هتقول له ده غالي جدا. فالفكره ان هو زرع في دماغهم ان الرقم الاول هو 999، فبالتالي اصبح ال 499 كانه تخفيض خرافي. امازون بتلعب اللعبه دي طول الوقت معاك، لما بتشطب على السعر الاصلي اللي هو المرساه او الانكورنج اللي احنا اتكلمنا فيها، ويحط لك سعر جديد علشان تحس بالانتصار. وده برضو بتشوفه في المحلات لما تلاقي الرقم مشطوب عليه ومكتوب لك رقم تاني تشتريه وانت منشكح ويعني عادي جدا مبسوط. الحيله الرابعه تاثير جروين والتسويق الحسي او الجروين افكت. اخر حيله معانا متعلقه بتصميم المكان نفسه، تحديدا بقى مثلا هدي لك مثال زي عملاق الاثاث السويدي ايكيا.
اكيد انت بتخش المحل من حته ما بتعرفش تطلع اساسا، يعني بتخش في حته ما تفضل تلف جوه بقى، تحس ان انت داخل متاهه مصممه بعبقريه تامه. اللي عمل الستايل ده او الاسلوب ده حد اسمه فيكتور جروين، ده مهندس معماري عمل حاجه اسمها الجروين افكت، او المهندس المعماري فيكتور جروين اسس يعني الموضوع ده، وده بيخليك تفضل ماشي في مسار واحد اللي هو الواين لاي اوت، علشان يضمن ان انت هتشوف كل المنتجات اللي موجوده حتى اللي انت مش محتاجه. فطول ما انت ماشي عمال تبص يمين شمال، فانت بتفقد الاحساس بالوقت، بتشوف اوض مفروشه بشكل كامل، تخاطب بعواطفك مش المنطق على الاطلاق، وبتشم بقى ريحه يعني لحمه حلوه كده في المطبخ بتاع ايكيا، وانت بقى قاعد عمال تتمشى ومنشكح طول الوقت كده. فبتحصل ايه بقى في الاخر يا فندم؟ تلاقي نفسك طالع باباجوره ما انتش عارف انت عايزها ليه، طقم حلل ما انتش فاهم انت شاريه ليه، مخده ملهاش مكان في البيت بس انت شاري مخده. فالمتاهه دي بتعمل ارهاق لقرارك العقلي اللي هو الديسيجن فاتيج، تحس ان انت خلاص بتستسلم وبتبتدي تشتري بشكل اندفاعي، او بيحصل لك حاله من الامبالسيف باينج، الشراء الاندفاعي. في ختام حلقه النهارده، زي ما بقول لك التسويق مش سحر اسود، لكنه يعني علم نفس متوظف بذكاء علشان خاطر يسهل عمليه الدفع بشكل او باخر. عمليه الوعي اللي شرحتها لك ان الطرق ديت زي الشرك، الندره، المرساه والمتاهه، الدرع الوحيد اللي هيحميك منها المره اللي جايه هو انك تكون واعي بالتفاصيل دي كلها قبل ما تشتري. بس انا عايز اقول لك تعالى قابلني لو ده نفع، برضه هنشتري كلنا عادي جدا جدا جدا. المهم ما تنساش تعمل لايك للحلقه لو عجبتك، وتشترك في القناه عشان تفهم ازاي العالم بيشتغل يعني حوالينا بشكل اعمق على سيكولوجيتنا النفسيه. اشوفكم الحلقه الجايه باذن الله تعالى على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.